المنتخب لم يفز في أي مباراة في نسخة كان كوت ديفوار والكاميرون، وبالتالي فإنه التكنيك يعني حدث في هذه المباراة، مباراة السودان. يعني شفنا حتى التجاوب اللاعبين مع الأنصار حينما نزلوا من الحافلة والتقوا صور مع أنصار المنتخب الجزائري المتواجدين بكثرة هنا في الرباط، وهو ما يؤكد أن اللاعبين في كامل الجاهزية، خاصة الجانب المعنوي اللي مهم جدا في هذه الدورات المغلقة. رضوان، شكرا لك زميلي كريم بالعربي من قناة الفنت كات نيوز. إذا المشاهدين الأفاضل، دائما من ملعب الرباط نحييكم، وتغطيتنا متواصلة لكأس إفريقيا ولمباريات منتخبنا الوطني على العموم. لمن التحق بنا الآن لا بأس أن نذكره بالتشكيلة الأساسية التي قرر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الاعتماد عليها الآن. دخول إذا عناصر المنتخب الوطني بقيادة رياض محرز تحت أهازيج الجماهير الحاضرة هنا في ملعب مدينة الرباط. سيدتي وسادتي، منتخبنا الوطني يدخل إذا أرضية الميدان لإجراء عملية الإحماءات بقيادة رياض محرز، اللاعب القائد المعول عليه كثيرا خلال هذه الطبعة 35 كأس إفريقيا، آخر دورة سيلعبها رياض محرز مع المنتخب الوطني، وهو الذي أعلن في وقت مضى اعتزاله دوليا مباشرة بعد نهاية المونديال، وبالتالي رياض لن يكون حاضرا في طبعة 27. وهذه هي الكأس إفريقيا الأخيرة التي سيلعبها رياض محرز مع منتخب